اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى كده فيديو جديد إن شاء الله. أول حاجة كده احنا كنا فطرنا الصبح خلاص، وهنا بقى ايه قلت هسلق قرنبيط. بقالي كتير، يعني هو لسه نازل يعني مش بقاله كتير، فقلت ايه يعني نعمله بقى النهاردة كده قرنبيط. فأنا كنت مسكت كده القرص وبفصصه كده ايه كل زهرة لوحديه، وبعد كده بقى ايه هسلقه كده في ميه بملح بكمون. لو عايزه تحطي كركم حطي براحتك يعني، بس انا ما حطيتش لان في ناس بتحط عليه كركم في الميه يعني وهو بيسلق. فهو بس بياخد يعني ايه سلقه اللي حاجات بسيطه كده يعني مش بيتهرى. لا بتسلقيه كده يبقى برضو مسك نفسه انه لسه هيتقلى في الزيت وكده. فانا بقى ايه كنت حطيته كده ايه يعني يسلق الاول عشان ايه بقى هعمله. طبعا هنا كنت بشوفه كده بشوف سواه يعني بقى كويس ولا لأ. هنا بقى ملوكة بنتي كبيرة قالت لي يا ماما انا هشيله من الحلة، بس انا طبعا كنت واقفة جنبها. هنا بقى ايه كنت انا حضرت كوباية لبن وخمس بيضات، عايز تحطي اقل براحتك. وقعدت بقى كده قلبتهم في اللبن كده، قعدت اضربهم كده بالمضرب في اللبن. وحضرت طبعا كمون وشطة وملح اللي انتي برضو بتحبيه حطيه، كل واحد بقى وكل واحد بيبقى ليه طريقته في الاكل يعني. وحطيت بقى نشا وحطيت بيكنج باودر كده، يعني بحط الحاجات يعني الحاجات دي بتفرق يعني في طعم القرنبيط وكده. وحطيت بقى هنا ايه الخضرة بقى عشان تحط يعني على القرنبيط. وهنا بقى حمرت بطاطس وعملت القرنبيط. قليته، وكان عندي بقى مخلل كده كنت جايباه. وده كان كده كان غدانا النهارده يعني بفضل الله الحمد لله. ربنا يديمها نعمة علينا يا رب. طبعا لو اول مرة بتشوفيني انا اسمي غادة. آه، اتمنى تنضمي لعيلتي يعني وتبقي اخت من اخواتي ان شاء الله. هنا بصوا كنت بقى بحمره كده. وعايزه اقول لكم ملك بنتي بتحب القرنبيط، وانا مش بعمله على طول بصراحه يعني، بس يعني هو من وقت للتاني كده في الشتاء لازم الناس كلها بتعمله، بيبقى جميل بصراحه يعني. هنا كنت خلصته كده ورشيت عليه كده حبه خضره. وحمرت بقى البطاطس خلاص وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر، وحطيت المخلل وسخنت عيش، كنت جايبه جرجير برضو غسلته حلو قوي وحطيته. هنا بقى ايه ريمس كانت جايه من الدرس، فاتفاجئت ان انا بابا بصورها. كان عندها النهارده درس انجليزي وكان عندها ميس، ربنا معاها يا رب. وملك كان برضو عندها درس وجت. وده بقى الحمد لله كده بفضل الله كان غدانا النهارده. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. عايزه اقول لكم القرنبيط كان طعمه حلو قوي. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا النهارده كده في حاجه نزلت جبتها مشتريات كده، حاجه عجبتني يعني وكان نفسي فيها يعني كان نفسي اجيبها، فنزلت كده اجيبها. بس ملك كان عندها درس فقالت لي خليهم لما اجي هشوفهم معاكي يعني كده. فبصوا دي كده عجبتني، باينه ملك صح؟ دي كده عجبتني، قلت كده ايه اجيبها. ممكن احط عليها فطار. ودول للثلاث بنات أطباق نفس الرسمه برضو اهي، نفس الرسمه. ودي بقى قطعات كده بلانشة كده بتتحط على الرخامة، عشان طبعا انا ما عنديش
الخشبة اللي هي بتتحط يعني دي بتتقطع عليها. فبصراحة جبت دول بقى، واحدة للحوم واحدة للسمك، واحدة للخضار كده. الخضرة دي للخضار، كل واحدة عليها الرسمة بتاعتها. كل واحدة عليها الرسمة بتاعتها كده. يعني بتاعت ايه يعني، دي بتاعت الفراخ، دي بتاعت اللحوم، دي بتاعت السمك، دي بتاعت الخضار. ماشي. وتعالي ما تبصي. والصواني دي بقى بتاعت الانجليش كيك. طبعا في تيفال وديت الومنيوم، بس انا بصراحه جبت الالومنيوم. قلت التيفال ده ربنا يسهل وابقى اجيب طقم بقى كامل من كل حاجه ان شاء الله. انا بصراحه كان نفسي فيها قوي يعني دي، وخامتها حلوه يعني بصراحه، تقيله مش خفيفه لا. بس اسعار بقى بصراحه ما يعني ما بركزش قوي يعني، الفاتوره مش انا اللي دفعتها فما ركزتش فيها يعني. ودي بقى للبيتزا للبسبوسه، يعني اي حاجه بقى. ممكن مثلا اعمل فيها فطير صغير افريكال، الفطير كده يبقى الفطيره صغيره. برضه عجبتني خالص، وعايزه اقول لكم والله حلوه تقيله مش وحشه يعني. جبت مقاسين، مقاس 30 ودي مقاس 32. جبت 2 برضو. دي برضو كان نفسي فيها، بتتكي عليها كده تفضل، بتخلي الحاجات كده زي مضرب الكهربائي كده. بتفضل تلف، مش هتبان. وديت للمشروبات وكده. طبعا احنا داخلين على الشتا بقى والدنيا عايزه حاجات دافيه يعني وكده. بصوا، ودول بقى بصراحه انا ما عنديش حاجه اعجن فيها يعني، عندي بلاستيكات بس دول مش بتوع الحاجات دي يعني. فجبت دي كده، عايزه اقول لكم حلوه قوي تقيله. ماشي. وجبت مقاسات تانية. بصوا جبت دي ودي، يعني كذا واحده، صغيره في صغيره كده مقاسات يعني. بس عايزه اقول لكم حلوه قوي عجبتني خالص. كان في البينك منها وفي لون تاني الصفرة كده يعني، دي بيج. التانية كانت صفرة غامقه، بس انا حبيت اجيب دول. مش عارفه انا وشي مش باين. انا حبيت اجيب دول عشان يليقوا مع المطبخ عندي اكتر يعني. بص دول بتوع الكب كيك، الورق الصغنطوط دوت بتاع الكب كيك. عاوزه برضه ابقى اعمل للبنات كده كب كيك. بصراحه انا ما جبتش الصينيه بتاعت الكب كيك ديت. ف يعني ان شاء الله هجيبها، وممكن اجرب اعمل في صينيه عادي صغيره واحط هنا العجينه واحطها يعني، ينفع يعني، كل حاجه تنفع. بص ده كان عرض برضو الصواني البايركس الحراري دي، برضو عجبتني قوي بصراحه. انا كان نفسي فيها جدا بصراحه، فانا جبت بقى ال3 دول. بصوا ممكن بعمل فيها بشاميل، يعني تعملي فيها حاجات كتير يعني. انا اول مره اجيب الحاجات دي لان انا متجوزه بقالي كتير يعني. ف بس بتشيها بقى ملك. ايه تاني يا ملك؟ سيبي بقى دي خالص. ايه تاني؟ هما دول صح؟ ما جبتش حاجه تاني والله. بس بقى دي كده كانت حاجات بسيطه انا جبتها النهارده، وحبيت ان انا اوريها لكم يعني. انا بصراحه فرحانه جدا بيهم، وقلت ان شاء الله كده كل يعني حبه كده هنزل اجيب حاجات تاني ان شاء الله. بس يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. انا قلت ايه يعني نصور الحاجات دي جنب روتين انا هعمله يعني، يبقوا مع بعض يعني. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم والحاجات اللي انا جبتها عجبتكم ان شاء الله، ونعملوا فيها حاجات مع بعض باذن الله. تعالي قولوا اي حاجه. باي باي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك. يلا في رعايه الله.